إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب إلى غاية ليلة أمس في إصابة 263 عنصر من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخص آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بمدينة وجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة ب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص. كما اقتحم المحتجون عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها بكل من أيت عميرة بإقليم شتوكا أيت باها، وإنزقان أيت ملول، وأكادير الدوتنان وتيزنيت ووجدة. الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة